ولذلك لاحظ عندما سمى الحبيب المسلم، من هو المسلم؟ كثير الصلاة؟ اصبر، لا. كثير الصيام؟ نعم هو ذاك، يطبق أركان الإسلام. لكن المسلم الحق هو الذي إذا تقرب بهذه الطاعات لفها بجمال بطوق جميل من كرائم الأخلاق التي أتى الحبيب ليتمها، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. المسلم، انظر تعريف الحبيب للمسلم: من سلم المسلمون من لسانه ويده. نستطيع نقول اللي يغتاب المسلمين قليل الأخلاق؟ نعم. الذي يشتم؟ نعم ضعيف في جانب الأخلاق. آتي إلى الحج، هذا الركن الأخير من الأركان التي أريد أن أتحدث على أن ديننا أتى لينمي الأخلاق في أمتنا. قال الله: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج. لاحظ، هل قال ربي فليقف في عرفات مع أن الوقوف بعرفات ركن؟ هل قال أن ترمي الجمار مع أن رمي الجمار واجب؟ هل قال طف بالبيت طواف الإفاضة؟ طواف الإفاضة ركن. يعلمك أنك إذا أتيت مكة لا محالة ستفعل ذلك، لكن كثرة الناس واختلاط الناس، وأتوا من كل فج عميق، زحام، ضيق، حر، تصير اختبار الأخلاق. قال: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الله أكبر، من مقاصد الحج تعليم الأخلاق. ولذلك بعض الناس لا يحج إلا الباص ويحج الركائب التي ركبها، أما هو فما حج، ذهب بأخلاق سيئة وعاد بأخلاق أسوأ منها. وبعضهم إذا أراد في الحج أن يعلل الزحام وتغير أخلاقه قال: يا أخي طفش، ما ناس هذول قرف ما يفهمون. ويحك، عبيد لله وضيوف قدموا إليه، أتوا يريدون الجنة وحشروا على صعيد واحد، كذاك المحشر، تغيرت ألوانهم وألسنتهم وما تغيرت قلوبهم، أتوا لرب واحد. إن الحج يعلمك. وأذكر أنه أتاني آت في حج في عام من الأعوام، وكانت الحملة مرفهة، فقال لي وهو مقطب الجبين وقد لبس الكمام ونحن في خيمة باردة، قلت: ارفع الكمام حتى أرى وجهك، فإذا هو عبوس. قال: شوف يا شيخ، انظر لي أمر يخرجني من المشكلة اللي دخلت فيها. قلت: وما هي المشكلة؟ قال: يا أخي الجمار هذه والطواف، يا أخي قرف، عرق وناس زحام، وهذا يطأ قدمي. يا شيخ أنا أدفع عن كل واجب من واجبات الحج، أدفع جمل، بنص كلامه، بدنة، أذبح 100 بدنة، أنا غني، أدفع، تبغى بالدولار، بس فكني من هذه الزحام. وهو يتكلم هكذا بيده. قلت: لا يجب عليك لا رمي الجمار ولا ذبح البدن ولا الطواف ولا السعي. تهلل وجهه، قال: شكر الله لك يا شيخ. لماذا؟ قلت: لأن من شروط الحج العقل، وأنت لا عقل لك، لا عقل لك، من شروط أن يكون عاقل. وأنت الآن تتحدث تريد أن تترفع من كونك عبد إلى أن تكون معبود، وتريد أن تترقى من درجة الذل لله بين يدي الله ومع عباد الله إلى أنك تريد لك مكة جديدة خاصة. والحج من مقاصده فيما قلت له أن يربيك على الأخلاق. الحج يربيك على الأخلاق.